وعزموني بيت جوارينا على عرس ابنهم ورحت لهم على مود أدي الواجب. شلونكم متابعيني؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. نبدأ الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويا هلا بيكم ويا مية هلا. نبدأ يومنا من الأول من الريوق، وهذا شكل ريوقنا وسهمنا وسهمكم ألف عافية. طبعا ما أقدر أوصف لكم فرحة يموني من قعد واحدة على الكرسي، قعدنا واحدة بالكرسي وما حد لازمه، فكان كلش فرحان. بعد ما كملنا ريوق أنا قمت على المواعين غسلتهن. هذا الروتين كل ربة بيت يعني، يعني تقدرون تسووا، يعني تعتبروا هذا فد روتين تحفيزي. وبنفس الوقت راح اخذكم وياي في جولة صغيرة. بعد ما غسلت المواعين وكملتهن أنا كنت قبل مباشرة أمسحهن بالخاولي، أنشفهن وأضمهن بالكاونتر. بس بعد ما صار عندي يمان وشوية يعني شغلي هم أكثر صار، قمت ما ألحق أو أشيلهن بسلة بعدين أنشفهن، يعني يصير علي أسهل، وأرجعهن المكاناتهن، يعني شوية شلون ما نقول أختصر الوقت. بعد ما كملت تنظيف هنا شغلت شمعة، وتعالوا شوف وين راح أخذكم. وهسه تعالوا وياي خل أشوفكم شنو كنت طالبة أني من بيج اسمه دكان. أني مرة خليت لكم إياه يمكن بذاك رمضان، كنت طالبة معها تقويم رمضاني. ابنية صديقتي ما شاء الله عليها شغلها يجنن، هي نجارة ورسامة بنفس الوقت. شغلها كلش حلو مرتب في الشي يعني شغلها. فقلت لها سوي لي أشياء هيك حلوة مال المطبخ. فكانت هاي فكرتها، الحقيقة مو فكرتي ولا أنا فكرت بيها نهائيا، الفكرة مالتها. بس خل أشوفكم حجمها ايش كبره. بس لحظة بس شوفوا لي الحجم شلون هالصندوق، شلون أشوفكم. إي هذا هو هيك يصير 40 سنتيمتر، شبرين 40 سنتيمتر. العمق مالته هذا العمق مالته يصير 30. العرض هذا الوجه مالته يصير 40، والارتفاع مالته يصير تقريبا 22 سنتيم. الارتفاع 22 سنتيم، هذا منه 40، العمق 30. سويت اياه على اساس هي جرارات مال هذا، مثلا نخلي بيها هنا خواشيق او اي شيء، مثلا اي شيء مثلا انتم تقدرون ترتبوه. بس اذا تستخدمون هاي مثلا هيك شيء خشبي، خلوا جواه فد شيء بلاستيك، مثلا اي شيء اي سفره خلوها جوا، او هاي الحافظات النايلون تجي مقسمه يكون افضل على مود تبقى وقت اطول. وهاي هنا هم مجر صغير، وهاي هم مجر صغير، تمام. اي وانا قلت لها ضيفي لي شيء مال كلينس، فهي سوت لي اياها بهاي الطريقه. هو هذا كان هيك، يعني انا شفت موديل هيك يصير، هيك يصير فوقه. فهي قالت لي لا متحرك، قالت لي حتى بكيفك تريدي تخليه هيك على الكاونتر، تريدي تخليه بهاي الطريقه. هم هي ضايفت لي منها ملونته ومن هاي الجهه ملونته باي طريقه. قالت تخليه على اليمين، تخليه مثلا هيك على اليسار، انت بكيفك شنو قالت شنو تريدي تخليه تقدرين تخليه. ومثلا قالت خليه هيجي يعني. فهي معطيتني عدة خيارات وانا راح اتحكم بيها. هذا مال كلينس، يعني هيك نجيب الكلينس ونخليها. وانا هذا بعد ما اعرف يمكن راح ادقه وثبته بالحائط، يعني هيك اثبته هالشكل اثبته بالحائط، واخلي له منه هاي قفيص. اكو قفيص هذا خاص هذا يتحرك بحيث يحكمها ما توقع، وهيك راح تبقى هيك بالحائط واقفه. ما اعرف بعد من حتى هسه اني ما مثبته شنو حسويها، يعني ما مطيح القرار النهائي شلون ما نقول. بس شنو هذا عجب زوجي كلش، قال له اخلي له رجلين هاي الطوال، شايفي هاي رجلين هسه الموديل الجديد. يا اما قال اخليه فوق طبله، واخليه هنا بالقران الكريم، واخلي به هنا هاي السبح والتراب هاي الشغلات هنا. قال فهذه راح يفيدني، وشكله هم قال هو شكله حلو والوانه هم لطيفه هيك ومو شعشاعيه شلون ما نقول، فعجبه اكثر. وبعد من حد هسه ما اعرف شنو راح يصير الي لو راح يصير الزوجي. لحد الان ما متفقين، لان هو راح للدوام وبعدنا ما متفقين. المهم ان شاء الله من نتفق ونكمل هم اقول لكم هاي وين استخدمناه. وراح اعوف لكم البيج مالتها دكان، اعوف لكم اياه بصندوق الوصف، اثبت لكم التعليق.
شبيه قمت أعلس ما أعرف ليش. تعبانة كلش، يعني عندي يموني اسم الله على جهالكم كلش مريض ومتعبني شو قمت أعلس. المهم راح أثبت لكم تعليق بالبيج مال الدكان حتى تقدرون، هي ما تفتح هواية حجزها كلش قليل، إن شاء الله من تفتح الحجز على مود تقدرون تلحقون عليها وتطلبون من عندها. وهنا رحنا للعرس، جوارينا عزمونا على عرس ابنهم، ورحت أخذت وياي أحمد ويمان، وتفاجأت بالهدوء اللي بجهالي. أنا بالطبيعة أحمد مجرد ما يسمع أي صوت موسيقى لو أي صوت أغنية يظل يرقص، هنا قوة يلا سووا هاي الحركة، أبد ما قبل أي شي يسوي، حتى تفاجأت بيهم. وهنا العرسان طبعا راحوا للتصوير حتى يصورون، ونقولهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله التقيكم فيديوهات جاية. مع السلامة.